السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة نواعم الأفران. مش هتاخد مننا أي مكونات كتير، حاجات بسيطة جدا، بدون لبن وبدون زبدة وبدون بيض. مش مكلفة خالص، هتقومي تعمليها فورا أول ما تشوفي حلاوتها وجمالها. إن شاء الله تعجبكم. كملوا معايا الفيديو الآخر عشان هوريكم طريقة التسوية في الفرن عاملة ازاي، وكل حاجة معاكم. هقول لكم البديل بتاعها لو مش موجودة عندكم تقدروا تستخدموا مكانها ايه، وكمان هقول لكم لو عايزين تحشوها تقدروا تحشوها ايه. كل حاجة هعملها معاكم بالجرامات وبالمعايرة، كمان بالمعلقة وبالكوباية. مش هنسيب تفصيلة غير ما تعملوها مع بعض. لو لسه مبتدئة وبتعملي هتعمليها طبعا وانتي مغمضة، وهتعمليها احسن من ما انا بعملها بكتير. كملي معايا الفيديو الاخر، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي بالقناة وتفعلي الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصلك بامر الله. نقول بسم الله ونبدأ باول مكون. معايا كوباية من المية، انا مش هستخدمها كلها، انا هحط نصها واسيب النص لحين استخدامه. هاخد معاكم معلقة من الخميرة ما يعادل 10 جرام. هقلبها كويس جدا لحد ما يبدأ الفقاعات دي تظهر على الوش معانا. كده كده احنا عملنا تيست للخميرة عشان نعرف هي شغالة ولا لا. لما الفقاعات اللي فوق دي بتظهر كده بتبقى الخميرة كويسة جدا. لو ما ظهرتش تخلصي من الخميرة فورا لانها مش كويسة ومش شغالة، تقدري تستبدليها بخميرة تانية. انا هاخد دلوقتي معانا السكر. انا هحط معلقتين ونص من السكر الحبيبات العادي خالص، وهقلبهم كويس جدا مع بعض علشان يدوبوا. في اخر الفيديو ان شاء الله انا هقول لكم على شوية بدايل كده، لو مش موجودة عندك تقدري ان انتي تبدليها بحاجات تانية. ما ننساش هنحط ذرة من الملح، حاجة بسيطة قوي يعني زي ربع معلقة كده من الملح. كمان معاكم دي سمنة، نص كوباية من السمنة السايحة وزنها 100 جرام. السمنة دي انا حطيتها على بخار مية، غليت مية كده وحطيت الطبق ان الدنيا تفك شوية، وبدأت احط معلقة من الخل وادوبهم كويس مع بعض جدا. هنيجي بقى هنا للدقيق. اي دقيق موجود عندك تكوني انت استخدمتيه قبل كده وعارفة ان هو كويس، دقيق متعدد الاستخدامات. هنحط نص كيلو من الدقيق. 4 كوبايات هنعايرهم، بس نكون نخلينهم كويس جدا علشان النخل بتاع الدقيق لو في اي حاجة مخرزة او كده بتخرجيها، وكمان بيخلي العجينة هشة قوي وقطنية وحلوة. هبدأ ان انا الحاجات دي كلها الفهم كده واعجنهم مع بعض، وبعد كده استخدم ايدي علشان اعرف اعجن. انت لو ما عندكيش سمنة وعندك زبدة تقدري تحطي، لو عندك سمنة مخلوطة عادي تقدري ان انت تحطيها. لو ما عندكيش خالص بقى استخدمي نص كوباية من الزيت، ما تكتريش. انا في العجن هنا بستخدم المية تدريجي، ما ينفعش تحطي المية كلها مرة واحدة لان ممكن العجين بتاعك يكون بيسيح من اقل مية ومش مستقبل مية كتير. فعودي نفسك في اي مخبوزات او معجنات انت بتستخدميها لازم لما تيجي تعجني تحط المية حبة بحبة. هتقولي استخدمت قد ايه مية؟ هقولك استخدمت كوباية مية، كوباية اللي هو المج من المية. الكوباية اللي هتعايري بيها المية هي اللي هتعايري بيها هتعايري بيها الدقيق، هتعايري بيها اي حاجة. السمنة نفس المج اللي موجود عندك اللي بتعايري بيه هو ده اللي هتكملي للاخر معايرة بيه. عايزه اقول لكم ان العجينه دي ما بتاخدش تخمير كتير. احنا بنقطع العجينه وبنسيبها تخمر مع نفسها بعد التقطيع، وان انت بتعمليها كور كده بعد كده بتخمر وبتبقى كويسه. هتعجني العجينه لحد ما تنعم بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. خمرتيها قد ايه؟ خمرتها 10 دقايق فقط. سبت بس العجينه ترتاح كده، وبعد ما ارتاحت خرجتها وهبطتها بالراحه كده، وبدات ان انا اقطعها قطع كده علشان اخد منها قطع صغيره. القطعة دي مثلا قد ايه؟ انا مش عارفة اقولك قد ايه بالظبط، بس هي يعني حجم ليمونة كبيرة شوية، يعني هتحطيها على صابع ايدك كده تاخد منك صابعين ونص كده، حاجة بسيطة خالص كده، لان لما تخمر بتتفرد شوية واحنا كده كده بنضغط عليها زي بنهبطها شوية واحنا حاطينها في الصاج. بدأت ان انا اعمل الكمية بتاعتي كلها اللي هي نص كيلو دقيق. طبعا تقدري تستخدمي دقيق انت تكوني جربتيه قبل كده وعارفة ان هو كويس. في انواع كتير دقيق حلوة زي السنبلة زي الاهرامات زي المرشدي، في انواع كتير كويسة جدا تقدري ان انت تستخدميها.
ولو دقيق الغله عندك كويس تقدري ان انت تستخدميه طبعا مفيش اي مشكله. انا هنا بدات ان انا ابطط العجينه، بس لما تيجي تبططيها بلاش تبططيها بصوابعك عشان بتعلم فيها، وبتبقى جزء مقاب كده قابب منك في الفرن وجزء لا. فانت لما تيجي تعمليها بصوابعك داير ما يدور كده لا. انا عملت لكم هنا علشان اعرفكم ان دي لا، هتبططيها كده بايدك كده، بلاش الصوابع تعلم فيها. زي ما احنا شايفين كده، اكيد الفيديو مبين احسن من ما انا بشرح. ولو العجان بتاعك موجود عادي تقدري تستخدمي العجان، بس ممكن تكون مدة العجن قليلة 5 دقايق بس، انما انا عجينة عجنتها بايدي كانت 10 دقايق. طبعا هنا سبتها تخمر لحد ما قبت معايا شوية كده وبقت بالشكل ده، حجمها زاد شوية. هدخلها بقى الفرن. لو الفرن الغاز بيبقى معلية النار بتاعته من الجناب بالشكل ده مش عالية خالص، ومن تحت نفس النظام. لو الفرن التاني بتاع البوتاجاز بتبدأي ان انت تعمليه على اعلى درجة حرارة عندك، ولو الشواية ما بتشتغلش مع الفرن تقدري تشغلي اللي تحت الاول، وبعد ما تستوي من تحت هنطفي ونشغل اللي فوق. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد اقل من 5 دقايق، ما بتاخدش اي وقت في الفرن خالص. اهم حاجة ان انت كل دقيقة تبدأي ان انت تلف الصينية في الفرن شوية، علشان لو مش اخده لون من هنا تاخد، وكلها تبقى لون واحد طرية وهشة وما خدتش اي وقت ولا اي مجهود. طبعا عايزة تحشيها، انا حشيت شوية عجوة، مفيش اي مشكلة. عايزة تحشيها الحشوة اللي هي تحطي معلقة سكر ومعلقة قرفة ومعلقة كاكاو، اللي تحب تعمليه انت تقدري تعمليه. انا حشيت شوية بالعجوة، العجوة جواها سايحة وتحفة وجميلة تبارك الله، حلوة قوي. طبعا هتعمليها احسن مني بكتير. تسلم ايدك وعينك مقدما. وكانت معايا بالشكل التحفة ده وما اخدتش مني اي وقت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة بنزلها توصل لكم بأمر الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.